Hey there, معكم إحسان من Crime and Mystery Podcast بالدارجة. القضية ديال اليوم مأساوية بزاف، وأنا فاش سمعت أول مرة أثرت فيا، حيت من فوق أن واحد من لي فيكتيم تعرض لواحد الانسيدون مروع. لا بوليس ما جاتش من جهته وتعاملت معاه كيفاش اللي ممكن يتعاملوا مع شي مجرم، وساهموا باش يحيدوا له كاع لي شانس باش يقدر يعاود حياته. الوغ يلا معايا العام 2006 في فينيكس أريزونا. كانوا الاحتفالات ديال نويل، وراين والر كان داير مع باه دان انه هو يجي يتعشى اون فامي هو والحبيبه ديالو نهار 25 ديسمبر. راين من مواليد 1988، يعني كان يلاه عنده 18 عام ديك الساعات، ولكن كان ماتور بزاف وعنده هكا ديال الاحلام باغي يحققهم. منهم انه كان باغي تولي عنده فرقه ديال روك. كان تعلم الجيتار راسو ملي كانت عنده 11 عام، وكان كيقدر يسمع شي لحن غير 5 دقائق ويعاود يلعب بالجيتار. كان كالف واحد الدار هو وشي ناس اخرين، وقبل شي شهور من ديسمبر ديال 2006 تحولات معاه الحبيبه ديالو هيثر كوان اللي كان عندها 21 عام هذيك الساعات. كانت كتقرا الضوا في الجامعه ديال اريزونا، حيت كانت باغا تولي محاميه الدفاع. لو 23 ديسمبر كان راين مشى لعند با يعاونو شي اصلاحات كيديرهم في الدار، وفاش كان غادي فحالو كونفيرما معاه باش يجي للعشاء ديال نويل. جا لو 25 ديسمبر كلشي مجموع من غير راين وهيثر. بابا حاول يعيط له في التليفون قبل من العشاء ما كيجاوبش، بقى كل شويش كيحاول يعيط وعيط حتى لهيثر ساعه حتى حد فيهم ما كيرد. ديك الساعات قرر يمشي هو وماما راين اللي عنده للدار يطلعوا عليهم ويشوفوا واش كلشي هو هذاك، حيت ماشي عوايدو انهم ما يجاوبش التليفون، وعاد كان واحد ليفينمون اللي مهم اللي ما كيفلتوش دابيتود. وصلوا عنده للدار مع ديك 57 دقيقه، بقاو كيدقوا في الباب حتى حد ما فتح لهم. الباب ديال الكراج مسدود، دونك ما قدروش يتاكدوا واش كاين شي حد في الدار. نادو هما يعيطوا ل 911 باش يجي البوليس يشوفوا واش كلشي مزيان. 3 ديال الساعات دازو، عاد هو يتصل بهم واحد البوليسي. دان شرح له شنو كاين وقال له راه ماشي نورمال انه يغبر هكذا. نص ساعه من بعد عاد جاو البوليس. بقاو في الاول كيدقوا حتى هما والو، من بعد بداو كيحاولوا يطلوا من الشراجم يشوفوا واش تبان لهم شي حاجه. واحد منهم قال لهم هادشي ما كيبانش هو هذاك، بحال كيبان ليا واحد لو كارت تماك. نادو دفعوا والدين راين اللور ودوروا الدار بهذاك الشريط على اساس انها مسرح جريمه، وطلبوا الاذن باش يدخلوا للدار اللي خدا ساعه فكم باش يخرج. وانا درت دي ريشيرش ولقيت انه نورمالمون فينيكس نيت اذا بان البوليس انكار ديال شي حد اللي ممكن يكون مجروح عندهم الحق يدخلوه، حيت بيان سور يقدروا يعتقوا ديك لا بيرسون اذا كانت مصالحيه. ما هما تحكسوا ملي جات هذيك الوارنت او الاذن بالدخول، مشاو كيحاولوا يفتحوا الباب القدامي ما قدروش، وهما يمشيو لواحد الجوج ديال البيبان كاينين اللور، هما جالسين كيحاولوا معاهم حتى فجاه واحد منهم كيتفتح من الداخل. كيبان لهم راين ولكن وجهه حالته حاله، كله ديفورمي وعنده واحد العين زرقاء وبحال شي تخبات في النيفو. من موراه فوق الكنابي كيبان لهم لو كور ديال هيثر، ما تاكدوش حتى بانها ميته. بداو كيغوتوا عليه وهو تالف وديزوريونتي وكيقول لهم شنو واقع. هما ولاو تري اغريسيف معاه، هبطوا للارض، ها اللي جالس فوقه ها اللي شابر له راسو وكيقولوا له رجع يدك اللور. وراين ما كيدابش حتى معاهم فهاد الخبطه اللي داروا له مع الارض، فرساولو على راسو حتى هرسوا له الفك ديالو من الجهه اليسار. من بعد ما داروا له لي منود خرجوه وجلسوه في واحد لافاتور ديال البوليس. عيطوا لواحد لامبولانس اللي جات دغيا، دخلوا للدار كونفيرماو بان هذا مسكينه ماتت، وخرجوا في حالاتهم في 10 دقائق ومشاو. ما قالوا لهمش يشوفوا راين لا والو. والديه واقفين تماك كيبكيو. من بعد ما شافوا الحاله ديال ولدهم اللي خرجوه، البوليس ما هضروا معاهم لا والو، دونك ما فراسهمش شنو طرا لهذا. واحد اللحظه دان بابا راين كان ماشي لافاتور فين كاين ولدو. واحد البوليسي بدا كيغوت عليه، قالوا انا بغيت غير نطمئن عليه. بدا بحال كيهدد فيه وكيقول له سير قرب للطوموبيل وتشوف شنو غيطرا. المهم رجع في حاله مسكين. مشى من بعد تولى شي بوليسي اخر وقال له ولدك مزيان ما عنده والو، غير عينو زرقاء، من نتوما غير سيروا في حالكم حيت هادشي غيطول. 4 ديال الساعات وراين جالس في اللور ديال ديك لافاتور. مع 5 ديال الصباح بول دالتون واحد ديتكتيف عاد قال شي بوليسي ديه الباست. ملي وصلوا خداو له البصمات وشي تصاور وبداو معاه استجواب اللي غادي يديروا له المحقق بول دالتون نيت. هاد الاستجواب كله مسجل ومطلق لو بوبليك. قبل كاع ما يبدا معاه دالتون لانتروغاتوار كيبان ان شي حاجه ماشي نورمال طاريه مع رايان،
كيحاول يلقى اون بوزيسيون يرتاح فيها وكيبقى يدير شي اصوات. وعاد دار المنوط في يدو راسو حتى حد ما طلبها منه. ومن بعد ناض بحال غادي في حالو ونسى بانه دار المنوط في يدو. كيشبر عاود واحد الورقه كانت محطوطه تماك خاويه، يعني ما فيها لا كتاب لا والو، وكيبدا بحال كيقرا فيها لمده ديال 5 دقائق. كيجي دالتون وكيبدا كيسول دي كيسيون بازيك، الاجوبه ديالو ما عندهم حتى معنى. What's the highest grade you went through school? I don't know. You don't know the highest grade you went through? Eighth grade? Did you graduate? Yeah. Do you have a GED? I don't know. I don't know what. I don't know. I just want to go home. Well, you're not gonna go home right now. So what? What's the highest grade that you completed? B? No. Not grade as in letter grade. I'm asking, did you graduate high school? No. And the highest you went was 8th grade? من مورا هادشي المحقق يا اما فريمون ما ردش البال ولا فات ان راين مخربق اولا ما مسوقش، ما كمل الاسئله ديالو وبدا كيهضر معاه على هيدر. Do you have a girlfriend? No? You know a girl named Heather? You know Heather's last name? What is Heather's last name? The one that lives there right now? وعاد مور هادشي سولو على الكنيه ديالها وقال له what's her last name. هو بقى كيقول له انا ما عارفش واش كتستعمل الاخر، واش من اسم الاخر كتبغي هي تستعمل، يعني خدا حرفيا داكشي اللي قال له، بحال ما بقاش قادر انه يانتربريتي الهضره. دالتون من بعد بدا كيسولو على الجروح والضربات اللي عنده في وجهه، حيت حتى لدابا البوليس لا تيوري ديالهم هي ان راين قتل هيدر وهداك الشيء اللي في وجهه ترى فاش هي كانت كتدافع على راسها. وعاد حتى في الانتروغاتوار واحد اللحظه راين كيقول بان هيدر هي اللي ضرباته، ودالتون ولا تخيس اغريسيف معاه في الاسئله وهو بقى كيعاود له انه ما عارفش وباغي غير يمشي ينعس. What happened last night? I don't know. You don't know? I really don't. I just want to go to sleep and go to sleep. ما يعاود بزاف ديال الهضره ما عندها حتى معنى. مثلا جبت السميه ديال شي بنت سميتها كريستينا ولكن ما معروفش شكون هي. هما عندهم واحد الكولوكاتير ولكن سميتها أليشا. أزيد من الفوق أنه هو كما قلنا كالي في هذيك الدار اللي لقاو فيها مع ناس آخرين. فاش سولو دالتون على الدار قالو ديالي. دونك فريمون غير من هادشي كيبان أنه عنده شي مشكل وماشي غير كيمثل أو كيتبوهل. بقى مازال كيسولو على وجهه وكل شويش كيبدل ليستوار. الوغ في الاول قال له هذا هي اللي ضربتني، من بعد أليشا اللي هي الكولوكاتير، من بعد جبد واحد السميه جديده اللي هي ريتشي. واخا مخربق بقى كيانسيستي ان ريتشي وباه هما اللي هجموا عليهم وضربوه بالريفولفر لوجهه. دازت شي 40 دقيقه عاد سي دالتون كيبدا يحقق في وجه راين مزيان، كيبان له انه راه عنده 4 ديال التقابي في وجهه، وعيط لاسيستانس ميديكال اللي فاش جاو داو دو مانيير اورجونت. Where are we going? We gotta go to the hospital. You checked out, bro. Look like you got shot right. البوليس ما فكروش انهم يتصلوا بوالدين راين، يعني حتى لدابا ما عارفين لا على هذا لا بانه ولدهم كان في الانتروغاتوار. حتى ل7 ديال الصباح كيجيهم ابل من سينت جوزيفز هوسبيتال كيقولوا لهم راه ولدكم عندنا هنايا وراه الحاله ديالو خطيره بزاف، راه مضروب ب2 ديال القرطاسات في راسو وعنده واحد الرصاصه واحده في الدماغ ديالو. مشاو لي بارون كيجيو لوبيتال فين قالوا لهم انه كان خاصو يتجاب من اللي لقاو، حيت مسكين بقى 4 ديال الساعات في ستافات
وشي ساعة في الانتروغاتوار، ومع البروسيدور وصل لهنا جي لهنا، وصل للوبيتال من مور 6 ديال الساعات باش تلقاو. لقاو عنده نزيف في الدماغ، وهاد شي اصابات ماشي رصاص هو اللي سببهم، اللي منهم لا فراكتور اللي في لا ماشوار. ما قدروش يديروا له لوبيراسيون باش يحيدوا له الرصاصه فاش داو عندهم، حيت دخلت له من نيفو ودات معاها دي ميكروب اللي سببوا في اون انفيكسيون في دماغه. دونك كان خاصهم يداويوها قبل. داروا له عمليه في لو 28 ديسمبر وحيدوا له اون بارتي من مخه ومشات له حتى عينه اليسرى. والديه خرجوه 35 يوم من بعد. دونك عاش ولكن عنده عاهه مستديمه وما كيقدرش يفونكسيوني بطريقه عاديه. البوليس ديال فينيكس هاد المده كامله ما كيديروا والو، ما سولوا في راين، ما حاولوا يديروا لونكيت على الاسم اللي عطاه اللي هو ريتشي وباه، لا حتى شي حاجه. دونك دابا غنرجعوا نفهموا شنو طرا نهار 25 ديسمبر. راين وهذا كانوا في الدار كيتفرجوا في ان فيلم قبل ما يمشيو للدينا مع عائله راين، حتى كيجمعوا عليهم بجوج ديال الناس اللي هما ريتشي اللي عنده 23 عام وباه لاري عنده 54 عام. هاد جوج فايت لهم مشبرين شحال من مره بزوج فيولون بزاف، وريتشي كان مام دوز 4 سنين في الحبس حيت هجم عليه شي واحد باش يسرقو وضربو بموس، وكان يلا خرج في ديسمبر ديال 2005، يعني عام قبل هاد الانسيدون ديال راين وهذر. ملي خرج من الحبس كان كرا في نفس الدار اللي يسكن فيها راين وهذر من بعد، ولكن هما ما سكنوش معاه حيت هو كان ساكن مع واحد سميتو إريك، والاسباب ما معروفاش كان جرى عليه. ومن بعد جا راين وتبعته هذا. واحد النهار كان ديك الساعات إريك وراين اللي ساكنين. إريك حس لريتشي بحال باغي يتسلل للدار وهو يهدو بواحد السلاح وجرى عليه. من بعد إريك خرج، جات هذا وزادوا إليشا. في هذا الوقت بزاف ديال المرات كيحس ريتشي كيدور لهم حدا الدار. وواحد النهار لقاوه في الجردة، هما ما عطاوش بزاف ديال الامبورطونس لهادشي، كان ديما كيعطيوهم مبررات ما عندهم حتى معنى، ما عمرهم ما تواجهوا معاه. هو يمكن كان كيدير شي خطه باش يسرقهم. واختاروا لو 25 ديسمبر حيت قالوا يمكن راه كلشي غيكون مسافرين عند العائلات ديالهم تو، دونك الدار غتكون خاويه وهو عارف كيفاش يتحرك في وسط الدار وكيفاش حتى يفتح الباب ويدخل بلا تعرض. الوغ لو 25 كيف قلنا هذا راين جالسين كيتفرجوا حتى كيسمعوا شي صوت من اللور ديال الدار. كيمشي راين كيبان له ريتشي ولاري كيحاولوا يدخلوا. لو ريفلكس ديال راين اللي جا انه يحاول يسد الباب بيدو باش ما يخليهمش. ساعه ريتشي دخل يدو بالريفولفر وضربو جوج ديال المرات، هذا اللي قلنا دخلت له من نيفو وعاود خرجت ودخلت له راسو، والاخرى ما دخلاتش، ما هرسات له واحد جهه من الجمجمه. وفي لوبيتال لقاو انه عنده اجزاء من الجمجمه ديالو وحلين له في الدماغ. هو طاح ديك الساعات وريتشي وباه دخلوا وعن بالهم راه مات. بانت لهم هذا فوق الكنابي مخلوعه وكتحاول تخبى. هو ضربها ريتشي بقرطاسه مره واحده راسها وماتت ديك الساعات. من بعد مشاو سرقوا لي جيتار ديال راين وشي اجهزه الكترونيه وهربوا. من مور 2 سمان على الرجوع ديال راين للدار، لا بوليس ديال فينيكس صيفطوا شي حد باش ياخذ الاقوال ديالو. 4 ايام من بعد جبروا على ريتشي، و1 سنه من بعد ماما ريتشي مشات لعند بوليس وقالت لهم راه راجلي حتى هو داخل في هادشي وراه هو اللي قالها لي. ناضوا جبروه حتى هو. غير واحد لانفو سكو فاش كانوا كيحاولوا يشدوه كان خاصهم يطلقوا عليه الكلاب حيت بغا يهرب ليهم وتجرح. دونك قبل ما يديوه للبوست دوزوه للوبيتال باش تفهموا الحقره والمعامله السيئه اللي تعرض لها راين. Alright, but what am I gonna do? Just tell me what I gotta do. Alright, get your feet off my chair is number 1. وهما متأكدين حتى انه قتل هذا. المحاكمه ديال ريتشي ولاري هتبدا عام ونص مور ما تشبوا، ومرات لاري جات لاخر لحظه وقالت انها ما بقات تشهد ضد راجلها حيت عندهم اون لوا اللي كتخليهم يقدروا يختاروا انهم ما يشهدوش ضد الزوج او لا الزوجه. دونك توقفات المحاكمه ديالو، ولكن ريتشي تحكم عليه بالمؤبد. دانو تحكوتي ناضوا عائلة هاذر رفعوا طلب باش يتزاد واحد القانون جديد اللي سموه هاذرز لو، اللي كيقول ان الازواج خاصهم يتفرسوا باش يشهدوا، سورتو اذا كانوا شهدوا في الاول او بحال دوكا ديال مرات لاري هي اللي جات برجلها وعطاتو للبوليس. تقبل هذا القانون من بعد وتحاكم لاري وحتى هو عطاوه المؤبد.
راين مسكين عاش ولكن تمحن بلا قياس، كان ولا ديباندون على عائلته وعايش هارب الكريز اللي كان بسببهم. واحد المره تهرس له نيفو، واحد المره يدو، واحد النهار جاتو شي كريز فوسط واحد السوبر مارشي وجرح وجهه كامل. ولين 20 جانفي 2016 فاش كانت عنده 27 عام مات من مول ما جاتو واحد لا كريز اللي سبات له في واحد النزيف دماغي. وهادشي بيان سور كان نتيجه ديال الضربات بالرصاص اللي عطاه ريتشي، وحتى 6 ديال الساعات اللي بقى فيها هكذاك بلا رعايه طبيه. فاش كان راين مازال عايش هو وباباه كانوا رفعوا دعوه ضد لا بوليس ديال فينيكس كيطالبوهم باش يعترفوا بالمسؤوليه ديالهم. ما رفضوا وجابوا واحد الطبيب اللي شاد ان راين كان يكون كيف ما هو خدا رعايه 6 ديال الساعات قبل اولا من بعد. واحد لو جوج اكسبتا هادشي وسقط الدعوه، وكون بغا دان يستأنف وعاود خسرو من بعد كانوا يخصهم هما اللي يخلصوا كاع المصاريف ديال البوليس ديال فينيكس اللي عندها علاقه بالدعوه. المحقق دالتون ما تعاقب ما حتى شي حاجه، واخا كاين لا فيديو ديال لانتيروغاتوار جلس كيكذب في الاقوال ديالو وداو على هضرتو اوليو ديال لي بروف اللي مسجلين. مثلا قالوا له واش درتي لا بروسيدور ديال الاسئله باش تاكد ان راين ما عنده حتى مشكل وكيجاوب كوريكتومون. قال لهم لا ما درتهاش، حيت هو كان اصلا كيجاوب مزيان على الاسئله ديالي كامله، بورطون كيبان لي انه مسكين مخربق وهي كيدخل يخرج في الهضره، وهو براسو في واحد اللحظه كيقول له الهضره ديالك ما عندها حتى شي معنى. وزاد كذب وقال انه ما ردش البال الاصابات ديال راين حيت الدم كان يابس وما بانلوش التقابل اللي في نيفو اللي في لي فوتو باينين من حنايا الساك هما اللي قراب. وباش يزيدوا يكملوا لا بوليس ديال فينيكس نادوا من بعد وبدلوا لا دات ديال لانسيدون وقالوا انها طرات لو 23 ماشي لو 25 باش يبينوا ان هذيك 6 ديال الساعات راه والو، حيت راين بقى يومين بلا رعايه طبيه. ما كاين غير ريقه ديال لي بروف انها طرات لو 25. النتائج ديال التشريح ديال هاذر كتقول انها ماتت لو 25 حتى ان عائلتها كتبناها في القبر ديالها. اون بلوس في الفيديو ديال الانتيروغاتوار اللي مسجل الصباح ديال 26 دالتون شحال من مره كيقول شنو طرا البارح في الليل، وعاد واحد اللحظه قال له علاش غيجيو نهار نويل يعني على ريتشي وبا. دونك هنايا كنشوفوا كيفاش البوليس من فوق انهم خطئوا في راين ما اعترفوش بالاخطاء ديالهم وزادوا بغاو يبدلوا حتى الحقائق. هادشي اللي كاين على هاد القضيه اللي جاتني من احزن القضايا اللي سمعتهم، وكتبين كيفاش تحامت لا بوليس وواحد المجرمين واخا انديريكتومون وخرجوا على حياه واحد الشخص باقي الله بادي في الدنيا. وبيان سور حتى المقتل ديال هذا المسكينه كان مأساوي. وبهادشي نقول لكم تلاقاو في الفيديو الجايه مع قصه جديده.